الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أيها الأخ الحبيب، هل تعلم أن قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ فإذا قرأتها 3 مرات فكأنما ختمت القرآن. والله إنه فضل عظيم. لماذا لا نهتم بهذه الأمور، مع العلم أن يوم القيامة يقال للمرء اقرأ ورتل وارقى كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الإنسان منزلته يوم القيامة عند آخر آية تلاها. فلنكثر ولنبادر من تلاوة هذا القرآن العظيم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنها فرصة طيبة. تقرأ 3 مرات قل هو الله أحد، يكتب لك بها أجر عظيم كأنك ختمت القرآن. فلنبادر ولنقرأها عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب 3 مرات، وبعد صلاة الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة. فلنبادر في تلاوة القرآن، ولنخصص لأنفسنا ما يتيسر في كل يوم، صفحة أو جزءا أو أقل أو أكثر. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قليل دائم خير من كثير منقطع. فإذا قرأنا كل يوم جزءا فإننا في الشهر نختم القرآن، وهذا والله أجر عظيم. فأذكر نفسي وأذكركم أيها الأحباب لنتعاهد هذا القرآن كلام الله، لنعتني به، لنطبقه في أقوالنا وأعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأوها معي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم وبمن قرأها وبمن سيقرأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.